مساء الفل عليكم، ايه الاخبار؟ بصوا بقى، هعمل معاكم النهارده وصفه حلوه جدا وسهله جدا وكلها بصراحه ني في ني. انا ما كانش ليا مزاج خالص للاكل، فقلت كده اعمل صدق لقيته عندي في الفريزر، فقلت هعمله كده ني في ني على البوتاجاز مع كده شويه بطاطس. بصراحه اليوم ده انا كنت معزومه بره، هتغدى بره، وقلت كده اعمل حاجه لجوزي خفيفه وما تاخدش مني اي وقت. فزي ما انتوا شايفين، اول حاجه حطيت طاسه كده على النار، وحطيت فيها كده معلقه او معلقتين من الزيت. طبعا انتوا عارفين ان الصدق فيه اصلا دهون، فانا ما بحبش ازود الدهون في الصدق. وبعد ما خد اللون الحلو ده كده رحت جايه مقطعاه. بصوا انا بحب اقطعه كده بعد ما ياخد الشيب بتاعه، عشان خاطر كده اللحمه ما تتفرفتش مني. بصوا بقى انا قطعته وخلاص، ونروح جايين بقى مقلبينه كده تقليبه حلوه جدا لحد كله ما يروح جاي واخد اللون الحلو ده. ونروح جايين نازلين بقى ببصل كده شرايح مقطعاه جوانح زي ما انتوا شايفين. اول ما البصل ياخد لون معانا نروح جايين نازلين عليه بمعلقه حلوه كده من الكزبره الناشفه، وبعدين نروح جايين نازلين بالبطاطس ونقلبهم كويس جدا جدا برضو لحد ما يتشوحوا كده معانا. وبعد كده برضو هنروح جايين نازلين بمعلقة من الهريسة الحمراء، بتدي طعم حلو جدا وبتخلي كده الاكل بتاعنا فيه نسبة من السبايسي. عاوزة اقول لكم كمان قطعوا البطاطس تبقى شرايح رفيعة. البطاطس دي كانت عندي صغيرة وقطعتها كمان شرايح رفيعة، يعني اتخن من الشيبس حاجة بسيطة عشان خاطر تستوي معانا بسرعة. نقلب بقى كويس جدا جدا، وبعد كده نروح جايبين طماطم مقطعاها شرايح، وفلفل. الفلفل ده مش حامي، الفلفل ده اخضر عادي. انا نزلت الهريسة وخلاص. وبعدين نروح جايين بقى مزودين شوية ملح وشوية فلفل وكمان شوية من الكمون وشوية من البابريكا، وخلاص على كده. دي كل البهارات. احنا عارفين اصلا ان الصدوق بيبقى متبل وفي بهاراته كلها. انا زودت بس شويه البهارات دول عشان خاطر البطاطس والخضار اللي انا حطيته. نروح جايين مسخنين بقى معانا ميه، وفي كمان معلقه من الكاتشب انا بحب احطها بصراحه عشان خاطر بيبقى فيه نسبه كده من السكر، بيحلي معايا كده الاكل وبيخلي الاكل برضو يستوي بسرعه. ما كانش عندي صلصه اليوم ده، فاكتفيت كده بالطماطم الشرايح اللي انا قطعتها دي. وبعدين بقى نروح جايبين ميه من الكاتل، اهم حاجه تكون ميه سخنه، لان احنا اصلا اوريدي مسخنين كل المواد بتاعتنا او كل المكونات بتاعتنا. فطالما انت سخنتي المكونات وشوحتي المكونات زودي ميه سخنه على طول. حسيت بقى ان هي محتاجه ملح، رحت جايه مزوداها كمان كده شويه من الملح، وهقلبها بقى واروح جايه مغطيه عليها واسيبها لحد ما تستوي معانا، وهوريها لكم برده بعد ما تستوي. ويلا لو وصلتي معايا لحد هنا حطي لايك وسبسكرايب في القناة عشان خاطر يوصلك كل جديد انا بنزله. وتعالوا شوفوا بقى العظمة دي، بجد كان طعمها حلو جدا جدا، ما خدتش مني اي وقت، واسهل اكلة عملتها. كان عندي كل المكونات متوفرة، ما نزلتش جبت اي حاجة بصراحة. وقلت بقى كده ايه اسيبها له لاني نازله زي ما قلت لكم. انا هروح اتغدى بره، فبصراحه قلت لا، بدل لازم اعمل له اي حاجه يعني تكون موجوده في البيت وحاجه سهله ما تتعبنيش برضو. البطاطس كانت استوت معانا، وشايفين لون بقى الاكل كان تحفه جدا. وصفه حلوه قوي، جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا، واعملوها زي ما عملتها كده ني في ني. بس اهم حاجه تروحي جايه بس مديه صدمه ومشوحه بس المكونات بتاعتك كده على النار تشويحه خفيفة. وخلاص استنوني بقى في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.